كان يا مكان في مدينة مزدحمة رجل يدعى أحمد. كان أحمد شابا طيب القلب، لكنه كان يعاني من زيادة في الوزن لسنوات طويلة. كانت حياته أشبه بدائرة مغلقة، يأكل الأطعمة غير الصحية بسبب ضغط العمل، يشعر بالكسل والإرهاق فيتجنب الحركة مما يزيد وزنه أكثر. كان يعيش في عالم من الخجل ويتجنب المناسبات الاجتماعية، حتى أن أبسط الأنشطة مثل صعود الدرج كانت تسبب له الإجهاد. في يوم من الأيام بينما كان يتصفح صورا قديمة، رأى صورة لنفسه وهو في العشرينات من عمره. كان نشيطا وممتلئا بالحيوية، شعر بغصة في قلبه وقرر أن هذه اللحظة هي نقطة التحول. لم يعد يريد أن يكون مجرد متفرج على الحياة، بل أراد أن يعيشها بكاملها. البداية الصعبة والقرارات الصغيرة. كانت بداية رحلة صعبة. في الأسبوع الأول قرر أن يستغني عن المشروبات الغازية السكرية. كانت هذه خطوة صغيرة، لكنها كانت بمثابة إعلان حرب على عاداته القديمة. استبدلها بالماء وشعر بفرق بسيط في مستوى طاقته. بعد ذلك بدأ يمارس المشي. في البداية لم يكن يستطيع المشي لأكثر من 10 دقائق متواصلة. كان يشعر بالإحباط، لكنه تذكر هدفه. كل يوم كان يزيد دقيقة واحدة. بعد شهر أصبح يستطيع المشي لنصف ساعة دون تعب. كان يرى هذا التقدم كإنجاز شخصي عظيم. قوة الدعم والوجبات الصحية. أدرك أحمد أن التغيير لا يمكن أن يكون جذريا بين ليلة وضحاها. بدأ يستبدل وجباته السريعة بوجبات منزلية صحية. تعلم كيف يطهو الخضروات ويعد السلطات ويقلل من استخدام الزيوت. لم يكن الأمر سهلا، فكان يشتهي الأطعمة التي اعتاد عليها، لكنه كان يتغلب على هذا الشعور من خلال تذكر كيف كان يشعر بالثقل بعد تناولها. لم يكن وحيدا في رحلته. لاحظ زميل له في العمل تغيره وبدأ يشجعه. أصبح يمارسان المشي معا بعد الدوام ويتبادلان الوصفات الصحية. كان هذا الدعم بمثابة وقود إضافي يدفع أحمد للأمام. جسر الأمل والنجاح. مرت الشهور وأصبح أحمد شخصا مختلفا تماما. لم يكن التغيير في وزنه فقط، بل في شخصيته وروحه. استعاد ثقته بنفسه وأصبح أكثر نشاطا وتفاؤلا. بدأ يشارك في الأنشطة الاجتماعية ويستمتع بوقته مع أصدقائه. لم تكن رحلته مجرد قصة عن فقدان الوزن، بل كانت قصة عن قوة الإرادة وعن أهمية اتخاذ القرارات الصغيرة التي تصنع فرقا كبيرا، وعن أثر الدعم الإيجابي في تحقيق الأهداف. تعلم أحمد أن رحلة التغيير تبدأ بخطوة، وأن كل خطوة مهما كانت صغيرة هي انتصار في حد ذاتها.